ازاي نستعلم عن رصيدنا اللي في خطنا بتاع اتصالات بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما؟ تابع معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض، وبعد كده هنروح على الهاتف. رئيسية زر الشاشة الهاتف. هنخش عليه بالشكل ده الهاتف. وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده، هنكتب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نعرف فيه كام رصيد على الخط بتاع اتصالات بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما. الكود هو نجمه علامة النجمة. العلامة النجمية. 3 تمانيات 8 8 8 8 شباك. على صفر هاش علامة نجمية 8 ابو 88. يبقى يكون في علم حضراتكم الكود هو نجمة 888 شباك. بعد كده هندوس مع بعض اتصال. زر اتصال. تم محو النص الهاتف في الجزء. وبعد ما احنا دوسنا اتصال هنقلب لحد ما نوصل للشريحة بتاعتنا اللي هي بتاعت اتصالات، احنا مخلينا على واحد. سام واحد. هندوس عليه بالشكل ده. الهاتف زر اتصال. جار تشغيل رمز USSD. اكتمل MMI. بيقول لنا ايه بعد ما احنا دوسنا اتصال على شريحه اتصالات بتاعنا؟ بيقول لنا اكتمل MMI، يعني الكود مش شغال معانا يا اخوات. ولكن في بعض الناس هيشتغل معاها الكود وفي بعض الناس لا. فاللي ما يشتغلش معاه الكود يكتب لي في التعليقات ان هو الكود ما اشتغلش معاه، وانا ان شاء الله هجيب لكم كود تاني وهشرحه لكم باذن الله. هندوس موافق. موافق الهاتف. وبعد ما احنا دوسنا موافق كده خلاص تم اخفاء المربع الحواري من على شاشه موبايلنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو فيكم اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته المواجهه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه في التعليقات. وانا ان شاء الله باذن الله بنشيط الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليه باذن الله. وفي اخر فيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع. الشاشة